في أعماق الغابة الكثيفة والمظلمة عاشت قصة تحكي عن رحلة شابة شجاعة تدعى ليليا، وهي تسعى للبحث عن كنز أسطوري يقال أنه مخبأ في معبد قديم مهجور يحمل أسرارا خفية. انطلقت ليليا في هذه الرحلة الملحمية بمفردها، محملة بشجاعتها وإصرارها على تحقيق النجاح. في طريقها إلى المعبد واجهت ليليا تحديات عديدة، بدءا من الحيوانات المفترسة وصولا إلى الفخاخ الخبيثة التي وضعها من قبل حراس المعبد الذين يسعون لحماية أسراره. لكن بفضل ذكائها وشجاعتها تمكنت ليليا من تجاوز هذه الصعوبات والمضي قدما في رحلتها. وصلت أخيرا إلى معبد الأسرار، حيث انتشرت الأجواء الغامضة والمرعبة في كل مكان. واجهت ليليا مصاعب جديدة داخل المعبد، بما في ذلك الألغاز الصعبة والأرواح الشريرة التي تحاول إيقافها عن الاقتراب من الكنز المرموق. بعد مواجهة تحديات شديدة وتخطي العقبات، وجدت ليليا نفسها أمام الغرفة الأخيرة، حيث يتواجد الكنز الأسطوري. ولكن الكنز لم يكن مجرد كنز من الذهب والجواهر، بل كان عبارة عن مرآة سحرية تعكس صورة الشخص الداخل إليها. وعندما نظرت ليليا إلى المرآة رأت نفسها وهي تضحك وتبتسم، لكن الابتسامة لم تكن حقيقية، بل كانت مظهرا للجشع والطمع الذي كان يسيطر عليها خلال رحلتها. وفجأة تغمرت الغرفة بالظلام وتلاشت المرآة أمام عينيها. عندما عادت ليليا إلى الوعي وجدت نفسها في منزلها، ولكنها كانت قد تعلمت درسا قيما جدا خلال رحلتها، فهي أدركت أن الكنز الحقيقي ليس مجرد ثروة مادية، بل هو السلام الداخلي والسعادة التي تأتي عندما يكون الإنسان راضيا عن نفسه وعن حياته بدون السعي اللامتناهي وراء المواد العابرة. وهكذا عادت ليليا إلى حياتها بقلب ممتلئ بالحكمة والتجارب الثمينة، متأكدة بأن الحقيقة الحقيقية والسعادة الحقيقية تكمن في القبول والرضا بما نمتلكه في الداخل، بدلا من السعي اللامتناهي وراء ما هو خارجي وعابر.